كلمتين يا جماعة كده. طبعا الكل عارف محمد وعارف ان انا ما بحبش اصلا مع حد في اي حاجة. أه حتة معلش دي اللي ودتني في داهية، وعلشان ما يزعلوش وعلشان ما تخسرش حد وحاول تكسب الناس. ما هو انا كسبت الناس وخسرت نفسي وجات على نفسي عشان خاطر الناس، ويا ريت حد قدر اي حاجة عملتها للناس. والله العظيم يا ريت حد قدر ولا 1% حاجة من اللي أنا عملتها للناس. كان كل شوية عشان خاطر الناس وعشان ما تزعلش حد وعشان ما حدش يقول عليك إن أنت ما بتقفش جنب حد أو متكبر على الناس. طبعا الكبير هو الله، عمرنا لا اتكبرنا على حد ولا منعنا عن مساعدة أي حد، ودايما واقفين جنب الناس. بس للأسف، والله العظيم للأسف، اللي بنقف جنبهم بنلاقي الغدر منهم للأسف، وهم دايما اللي مش عايزينك تنجح ولا عايزينك تبقى كويس، وهم دايما اللي بيبوظوا لك كل حاجة جميلة انت بتعملها. والله يا جماعة يعني كنا اللي يحتاجنا نروح معاه، واللي يقول لنا اي شيء ولا حاجة انت تحت امرك واللي انت عايزه، وعايز كذا خد وعايز كذا خد وعايز كذا خد. وتيجي بعد كده مع اول موقف يحصل اللي هو انك بتطلب الحاجة اللي من حقك. لا انت ما بقتش كويس، انت قصرت، انت كده ما بقتش تعرف العيش والملح. تمام. فبنقول يعني عملنا الخير ومش هنرميه في البحر اللي هو بتاعنا، لا بنرميه في بحر الخيرات اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا وبيرزقنا عليه. تمام. بس يا جماعة صدقوني أنا بعد كده أنا هعمل خير، بس الخير في نفسي. أنا بعد كده هساعد، بس هساعد نفسي. أنا بعد كده هقف، بس هقف مع نفسي. لأن للأسف أكتر الناس اللي ما رحم ربي، طبعا لأن في بعض الناس محترمين، اللي ما رحم ربي والله العظيم ما تمر فيهم أي حاجة. والله ما تمر فيهم أي حاجة. يعني بتعمل الحاجة لوجه الله كتير وتقف جنبهم لوجه الله كتير، وللأسف بتلاقي بعد كده كلام ملوش أي 30 لازمة، ويفكروا إن الواحد مثلا يعني بيعمل كده عشان خاطر حاجة ولا عشان خاطر مصلحة. لا مش أنا، والله مش أنا اللي أقف جنبك عشان مصلحة، أو أنا اللي أعمل لك حاجة عشان خاطر مصلحة. واللي يعرفني عارف أنا مين كويس. السلام عليكم.